هنسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونجيب حله نحطها على النار ونحط فيها معلقتين من السمنه البلدي، ويفضل تكون سمنه بلدي عشان تدي معانا طعم في الرز حلو. وننزل عليها بكوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس، وبعد كده بنزل بالملح والفلفل حسب الرغبه، واقلب بقى الرز دوت مع السمنه ديت لحد لما يتشوح فيها كده ويتلمع منها، ونلاقيه ابتدى يتحمص كده زي ما احنا شايفين. المرحله دي بتاخد معايا من دقيقتين ل3 دقايق وانا بقلب في الرز وبحمص فيه. بكون مجهزه جنبي طبعا الميه المغليه، يعني اول لما بتبداي تشتغلي في الرز بتاعك بتحطي الميه جنبك تسخنيها، او لو شوربه فبنبدا نغلي الشوربه. اهم حاجه ان الاضافه بتاعتنا تكون مغليه، يعني الرز بيكون سخن والاضافه السوائل بتاعته تكون مغليه. ما ينفعش اضيف له ميه بارده علشان هتعجن معايا الرز، انا عايزاه يبقى مفلفل. اضفت للكوبايه الرز كوبايه من الميه المغليه وفنجان من اللبن للكوبايتين. طب لو كوبايه واحده يبقى هتضيفي نص فنجان، وده الطعم او المكون اللي هيدينا طعم الرز المعمر، فنجان اللبن ده. يبقى انا عايزه اكل رز معمر ومش عايزه بقى شغل طواجن وقشطه والكلام ده، فانا هعمل ايه؟ السمنه البلدي دي وفنجان اللبن ده هيديني طعم الرز المعمر وهو على النار من فوق، ولا تشغيل فرنه ولا وجع قلب ولا طواجن ولا كل الليله دي. قلب بقى اللبن مع الميه، مع بصي اللون بقى عامل ازاي، هو ده هتاخدي لون رز تحفه. واغطي عليه واسيبه لما يبتدي يغلي، وافتح اشوف الفقاقيع ديت، بديله بقى تقليبه وبجيب كده من تحت لفوق علشان ما يلزقش معايا في الحله. دي خطوه مهمه جدا عشان الرز ما يلزقش. بصي بقى كده احنا لسه عندنا جزء من السوائل بتاعتي او الشوربه بتاعتي ظاهره، بدي تقليبه كده كويسه وخلاص. على كده طالما الفقاقيع بان فيها الرز فانا بهدي النار خالص على اقل درجه، لازم الرز يبقى باين. لو انا لسه عندي سوائل كتير فانا ما وطيش النار. طالما لقيت الرز ظهر كده وشرب كل السوائل بتاعته فانا اوطي النار، اوطي على اقل درجه في الحراره بتاعتي، وبعد كده اسيبها 5 دقايق. برجع بعد ال5 دقايق بلاقيه شرب واستوى، وادي الحله اهي لا لزق فيها ولا حصل له اي حاجه، والرز معايا مفلفل ولونه ابيض وجميل واستوى وزي الفل. اهم حاجه تركايه توطيه النار ديت بعد ما يشرب، اوعي توطي النار وهي لسه السوائل كتيره. خلاص كده الرز معايا بقى جاهز وزي الفل. هبدا اغرفه بقى واقدمه، تقدري تقدميه جنب طواجن، جنب بيكاتا، جنب مشاوي، لوحده كده هناخد فيه طعم الرز المعمر حلو قوي. زي ما قلت لكم دي الطريقه ديت، ان احنا بناخد رز معمر معمول على النار في الحله كده، سهل وسريع من غير شغل طواجن وفرنه ودوشه، بجد حلو جدا. وتقدري كمان تعتمدي طريقه الرز ديت للرز الابيض، لو عايزه تعملي رز ابيض في اي وقت من غير شعريه ولا رز واحده وواحده، وعايزه تعمليه بطريقه حلوه وطعم يكون مختلف، فالطريقه دي حلوه جدا وسهله جدا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم.